خلينا برضو بعد اذن مقاطعه معاليك سياده اللواء. اتفضل. خلينا ناكد ان حكومتنا طبعا مسؤوله عن الحديث اللي حضرتك بتتكلم عنه، فهم فعلا قضوا على مسائل كتير خطيره جدا في التواصل الاجتماعي، ومحدش يعني يحط في باله ان هو مش عارفين عنه حاجه. لا، الحكومه فاتحه عينيها على كل ما يدور، سواء على السوشيال ميديا، سواء في الشوارع، سواء في كل مكان في مصر. الحكومه عندنا قويه جدا جدا، تمام، وحاسمه جدا 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 في موضوع السوشيال ميديا بالذات. انتقل لنقطه اخرى وهي متصله تماما بالوعي. مساله احنا مقدمين في خلال ايام بسيطه على استحقاق دستوري مهم، بل اهم استحقاق دستوري. هذا الاستحقاق الدستوري يعتبر قياس لمدى الوعي لدى الشعب. مطلوب من كل واحد لديه شيء من الحكمة والوعي انه يروح يؤدي دوره. فعلا. انا مش عايزك تروح تقول انا عايز اختار، انا عايزك تنزل تؤدي دورك اللي يشهد لك بانك لديك وعي سياسي كافي. ارجع بقى، دي كانت العيوب او دي النقاط اللي هي بتسبب ضعف الوعي. طب نعمل ايه بقى عشان نقوي هذا؟ ده مهم قوي. ومن هنا هقول ان احنا نمرة واحد في رأيي الإعلام، ثم الإعلام، ثم الإعلام. خليني أناقش مع حضرتك قضية الإعلام وعلاقتها بالوعي. الطفل أو الشاب الصغير بيستقي معلوماته منين؟ من أحد ثلاث جهات. إما من الأسرة، وإما من مدرسته، وإما من الجهاز التلفزيون أو الإذاعة الراديو اللي بيسمعه. مفيش وسيلة تانية. يعني الجرايد دورها تراجع شوية يعني لأسباب اقتصادية أنا مش هخوض فيها يعني. لكن دي الوسائل الثلاثة. الأسرة يعني قد هنجيلها، لكن الإعلام بقى مطلوب منه إن هو يساهم في توعية الناس. يساهم يعني إيه؟ هو مش كلام نظري، والكلام النظري موجود كتير جدا وكثيرين بيتكلموا فيه، لكن أنا عايز أقول يشفع هذا الكلام بالعمل بالفعل. يعني ننتهي بقى من نشر الأغاني الهابطة، مش ضروري. يعني ان احنا نحط ضوابط للعمل الدرامي او الاذاعي او التلفزيوني تكون داخل فيه حتة او جزئية تنمي حب الوطن. كنا زمان وانا راجل كبير في السن، كنا زمان اتربينا على اغاني خلقت عندنا نوع من الوجدان والحب لدى هذا البلد. أغاني عبد الحليم حافظ وغيره أيام الثورة وأيام ما بعد الثورة وأيام الحروب والكلام ده، كانت أغاني بتنمي حب الوطن. طبعا هو ده الوعي. الوعي أيضا لازم يجي من رفض الأفكار اللي جاية لي المستوردة. النهاردة لما ألاقي جاي معلومة أو جاي حاجة بتكرهني، بقراها على الفيسبوك او بقراها على الوسائل التواصل، بتكرهني في قيادتي او بتكرهني في حكومتي او بتكرهني في بلدي، لازم يكون عندي من الذكاء والحكمة اني ادوس كده وامسحها، مش ادوس كده واشيرها. تمام. النهارده لما اشير حاجه زي دي، بدل ما انا اللي شفتها ومش راضي عنها، بعتها لالاف او ملايين يشوفوها هم كمان. الزن على الودان زي ما علمونا زمان. صح. أمر من السحر. لما الكلام ده يجيني مرة واثنين وثلاثة، المرة دي هشيله، المرة الثانية المرة الثالثة هسكت، المرة الرابعة قد أنشره.
فأنا لازم أكون من الوعي والحكمة إن أنا لا ده أستبعده. بيحضرني هنا مثال حصل امبارح تمام. في التلفزيون. كنت بتفرج على إحدى القنوات اللي هي الأجنبية وناطقة بالعربية، جايبين فيلم عن ما يدور في غزة. الحقيقة يعني اللي يقعد يتفرج عليه يحس مدى تعاطف هذه القناة مع غزة وما يدور مع الغزاويين. أنا شايف ده بنفسي التعاطف، لكن حاطط حتة سم صغيرة في النص بعد ما اتكلم عن ما يدور ليهم وما يحدث ليهم والقتل والسحل و في الآخر بيقول وكلهم دلوقتي اتجهوا إلى رفح، وإحنا مش عارفين ليه مصر قافلة الحدود ومنع الدخول. دي الرسالة اللي هو سابر الموضوع كله، ودي الرسالة اللي بيحطها لي. هنا أنا مواطن مصري قد أستنكر هذا، في حين أن مصر لا قفلت حدود ولا قفلت معبر، وأعلن الرئيس وأعلن وزير الخارجية وأعلن السيد رئيس الوزراء أن المعبر مفتوح طبقا للضوابط الموضوعة.